يا جاهزية، طبعا كلنا جاء متابعين الأحداث الأيامات دي الشغالة بين الفلنقايات وأسيادهم، أقصد بين الفلنقايات والكواهلة. وطبعا سبب الأحداث دي طبعا في واحد كده نكرة، وزي ما بيقولوا الجماعة في اللغة العربية النكرة لا تعرف. النكرة لا تعرف. واحد سفيه صعلوك، معروف هنا صعلوك ما يسوي حاجة. في الغاية بتاعهم الطيب الإمام جودة اللي هو أمير بتاع الكواهلة، طلع في خطاب يتكلم عن مشاكل الجزيرة وإنسان الجزيرة، ويتكلم عن إنه يا أخي المشتركة أفسدت الجزيرة، شغالين دعارة وسكر وبيع بنجو، ويعني عادات دي عادات دخيلة على الجزيرة. الناس الطيبين، الناس المالين في الكلام الفارغ ده. انتوا عارفين مجتمع الجزيرة مجتمع محافظ، فالزول ده يعني من زول من زي ما بقولوا جماعة من ركيزة من ركائز الجزيرة، أو عمدة من من أعمدة الجزيرة. فطلع قال الكلام ده ما ينفع، ما له ناس اللي يغادروا، وعشان قالوا ما يمنوا علينا طبعا منوا عليهم كثير. نينا هررنا الجزيره انينا، شفتها؟ وهم طلعوا ما حرروا الجزيره ولا حاجه. ومنها ذكر انه معارك الغرة اللي هي 3 معارك وخش فيها الدرع وانجغموا، دق لهم عبد الله حسين كم التفاف ديك متذكرين؟ وكان التاخر من المتحرك بتاع محور الخياري زي ما ذكر. وكلامه ده اقسم بالله ده متابع حرب ده، وكلامه ده صح. الناس اللي بتقول لهم التفاف من الغرة المفروض يغطي المتحرك بتاع شنو؟ بتاع الخيار. متحرك الخياري ما بيصل، بيقوم باخر بتق رجله، فهمت؟ فهم ظهرهم بيكون شنو؟ اتكشف، بيقوم بدقهم بيركبهم لك الفلنقات بعملوا فيهم العمله دي. فما يقعد يمنا على الجزيره وتقدم وتقول احنا حررنا، ما حررت اي حاجه، ده كله ما مهم. زول صرح بالكلام ده، يرد له زول كبير زي مناوي، يرد له زول زي جبريل، ما يرد له. طلع شافع وقح واد قليل ادب، ما مربى صعلوك سفيه، طلع يسيب الراجل الكبير الاكبر منه سن، الرجل كبر بلغ من الكبر عتيه، وزول امير بتاع قبيله وضي بتاع قبيله وله مكانته التاريخيه ومكانته في القبيله ذاته، ويمثل الملايين من ابناء الشعب السوداني. طلع زول سفيه صعلوك لا يعرف في الادب ولا في الذوق ولا في الاخلاق. والله العظيم اسفه من الناس دي ما لك. طلع امك ابوك يا اخي، الفاظ تستحي تقولها مش في الشارع، تستحي تقولها في خماره. قالها في الزول الكبير في السن، الزول الكبير في المكانه ده. يعني ده ما من عاداتنا وتقاليدنا احنا كسودانيين ذاته نقعد نشتم في الناس الكبار كده. عرفناك بتشتم القبائل، بتشتم الاعراض، ما عندك حدود. لكن يا اخي ده زول كبير، زول كبير في العمر وزول كبير في المقام. لكل مقام مقال قال لك في اللغه العربيه الفصحى ذات. تعرف انك تتكلم وين وساختك دي تصدرها لامه. لكن انت سبحان الله لا ادب لا حياء لا تربيه لا بتاع. وانت ذاته لو ابوك يا جماعه في البيت ما قاعد معه وقال لك ده غلط وده صح، ما بتعرف، فبيتنبس بتسيء. وطبعا على قدر اهل الاهل تاتي العزايم. الجماعه طوالي ما قصروا منه يا صاحبي، قاموا اولاد الامير قدروا. طبعا الامير ده مقامه مرفوع، وده زول ما يساوي نعال جزمه قديمه بتاع مركوب بتاع امير ما يساوي. فردوا له اولاد الصغار عبيد امباي ركوب مشتركه، قال لهم شوفوا من ربكم وين؟ شو دارفور، وكلامهم صح. انت امك ما حررت، حرر امهات الناس. انتوا يا فلنقايات يا وهم ما تجونا هناك عشان نوريكم الحش والبل. انتوا ناس الجزيره ان شاء الله فهمتوا الناس اللي قاعدين نركبهم لشنو. ان شاء الله بس تكون الرساله وصلت لكم عشان تاني ما تقولوا الجنجويد غلطانين. شايفين ده الاساليب ودي قله الادب بتاعت السفهاء الصعاليك اللي هم ده اللي بيمثلوا المثقفين بتاعهم. ناس يا اخي لا عندهم وازع ديني لا وازع تربوي، وكانهم مربين في الشارع زي الكلاب سفهاء. فنحن نقول لكم اردموا بس وارموا قدام بس. والسيد الامير الطيب الامام جوده زول والله طيب قبيله، وزول ناظر وممثل عمده من عمد السودان ومن اهرامات السودان ذاته يا قريبك. ونحن والله وقت وجهنا رساله للسيد ابو سن ناظر الشكريه زي ما قلنا ما تقحم اولادك في الحرب دي. وجهنا الرساله بكل ادب واحترام، لانه عرفنا منو ذاته نوجه له رساله. ما ممكن اي كلام تقول لا يا زول. انت ما قاعد في قهوه ولا شغال ورناش في السوق عشان تجي تنبذ لك زول بالغيمه والمغام ده. احنا نقول لكم ما زول قدام اساوي دقوا السور راسه بس. ده زول فلنقاي وسخ ونتن ونجس. Chao ragazzi, finito.